السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. نتمنى يلقاكم الفيديو في احسن الاحوال. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم طريقتي في تحضير البسطيله ديال الدجاج. غادي نشارك معكم بسطيله ديال الدجاج وبسيطلات بالدجاج واللوز، فتبعوا معي الفيديو حتى الاخير باش تعرفوا على المقادير وطريقه التحضير. بسم الله على بركه الله. بسم الله على بركه الله. خديت واحد الدجاجه اللي نقيتها وغسلتها مزيان، تقريبا فيها من كيلو ونص حتى 2 كيلو. عندي 3 الحبات حتى 4 ديال البصله يكونوا كبارين، 2 معالق كبار ديال القزبر ومعدنوس مقطعين رقاق، ملعقه صغيره ديال السمن، وعندي كاس قلربع من بين زيت الزيتون وزيت المائده، وعندي هنا نص دويمه. بالنسبه للعطريه غادي نحتاج فيها سكينجبير ملعقه صغيره، ملعقه صغيره ديال الخرقوم، عندي الملح اللي كيبقى على حسب الذوق تقريبا ملعقه صغيره مملوءه جيدا، وملعقه صغيره ديال البزر معمرش مزيان، نصف ملعقه صغيره من القرفه، واكيد البيض اللي غادي نحتاجه من بعد. انا خدمت بالهشوار، ما كانش متوفر عندكم فقطعوها شلضوها رقيقه. نوضعها في كوكوط وغادي نضيف ليها الدجاج اللي نقيته كيف ما قلت لكم. تقريبا عندي هاد الدجاجه فيها ما بين كيلو ونص حتى 2 ديال الكيلو. نزيد عليها الزيت، السمن، الضويمه ديالي وباقي العطريه، حتى القزبر معدنوس الا ما كانش عندكم مقطع بغيتو ديروه غير مربط كيف ما كتشوفوا، غير واحد الربيطه صغيره ديال القزبر معدنوس يكون اكثر، فكيبقى لكم الاختيار. صافي من بعد ما وضعت العطريه ديالي كامله غادي نحركهم جيدا. النار تكون متوسطه، ما تكونش مجهده وما تكونش ناقصه بزاف، باش هذاك الدجاج كيطلق ليا الماء على هذا الشكل. شحال ما تشحر شحال ما كيطلق الماء غادي نسد عليه وغادي نخليه يطيب على مهل. خديت اللوز تقريبا 300 غرام، فسختو طلقتوه فسختو. هنا من بعد ما طاب الدجاج غادي نفردتو، نحيدو من ديك المريقه ونفردتو، وهذيك المرقه غادي نخترها. انا ما وضعت فيها حتى قطره ديال الماء، ولكن البصله طلقت الماء ديالها وحتى الدجاج طلق الماء ديالو. غادي نشحتها مزيان حتى تشحت، ونزيد عليها 2 المعالق كبار ديال السكر كلاصي اللي كيبقى على حسب الذوق. يمكن لكم في هذه المرحله تضيفوا حتى قطرات من ماء الزهر اللي كيبقى على حسب الرغبه ديالكم. خديت 5 البيضات الحجم ديالهم كبير، ضربتهم مزيان وبديت كنوضعهم شويه بشويه وانا كنحرك حتى عقد ليا هذيك المريقه كيف ما كتشوفوا ما بقاش فيها الماء. نخليها على جنب. فرتت الدجاج ديالي، خديت اللوز من بعد ما قليته وضعت له 2 معالق كبار ديال السكر كلاصي ومعلقه صغيره ديال القرفه. عندي الورقه الحجم الكبير، غادي نقسم الورقه ديالي على 2، ومن بعد غادي نقسم كل نصف على 2، يعني بحال الورقه كتقسم على 4. غادي نحاول اني ناخذ شي حاجه فاش غادي نخدم هادوك البسيطلات الصغيورين. كناخذ الزبده مذوبه وكندهن ما بين كل ورقه وورقه. كنوضع اللوز من التحت هو غادي يجي من، يعني فاش غادي تقلب ليا البسيطلات فرا غادي يجي من الفوق. كنوضع الدجاج وكنوضع من فوقه يعني هذيك البصيله مع البيض. صافي كنجمع الورقه الاولى وكنجمع من موراها الورقه الثانيه. هذه الطريقه يعني يمكن لكم ديروا هاد الطريقه ديال انكم ديروا الورقات بجوج في مره واحده وتجمعوا الاولى ودهنوا بالزبده وتوليو تجمعوا الثانيه. كيف ما يمكن لكم ديروا هاد الطريقه الثانيه. من بعد ما تدهنوا يعني هذيك الورقه غادي توضعوها في المول اولا في هذيك الزليفه اللي غادي تخدموا بها. وضعت اللوز، وضعت من فوقه الدجاج، ووضعت من فوقه هذيك البصيله مع البيض. غادي نجمع هذيك الورقه، غادي نجمع هذيك الورقه، غادي يعني بحال كنحيدها من هذاك المول اولا هذيك الزليفه. كنولي نوضع ورقه اخرى وكنولي نوضعها فيها، يعني غير بحال كنعاود هذيك العمليه اللي درت على 2 مرات وكتخرج ليا على هذا الشكل. نستمر بنفس الطريقه حتى نسالي الكميه كامله اللي عندي. الكميه اللي بقات لي ديال الدجاج واللوز وحتى هذاك البيض غادي نخدم به بسطيله اللي هي كبيره. خديت مول دهنته بالقليل من الزيت وبديت كنوضع الورقه ديالي على هذا الشكل كيف ما هو موضح في الفيديو. النص كنديرو في المول والنص الثاني كيكون خارج المول اللي غادي نجمع به البسطيله ديالي. من بعد ما بين ورقه وورقه كندهن جيدا بالزبده. صافي من بعد ما ندهن بيناتهم غادي نجيب ورقه وغادي نوضعها من فوق هذوك الورقات ب3 من بعد ما ندهن بالزبده. نبدا نعمر، نوضع هذيك البصل مع البيض هو الاول، عاد نوضع الدجاج، ومن بعد غادي نوضع من فوقه اللوز. البسطه ديالي غتبقى هكا، يعني ما غاديش نقلبها من بعد اولا، يعني غنزينها كيف ما راها، نطيبها هكذا ونزينها. غادي نبدا نجمع على هذا الشكل. كنبدا نجمع وانا كنطوي وكندهن بالزبده حتى نسالي الجميع، وغادي نوضع فوقهم ورقه. يعني من بعد ما نسالي هذوك الزوائد اللي كيكونوا على برا حتى كندهنهم جيدا، عاد كنوضع واحد الورقه من الفوق بحال كنجمع بها هذيك العجينه اولا كنجمع بها عفوا يعني البسطه ديالي كيف ما هو موضح في الفيديو. كنبدا بحال كنلمط، كنقولوا لها كنلمط، يعني كندخل هذيك الورقه من التحت. نولي ندهن جيدا عاوتاني بالزبده ونوضع ورقه اخرى باش كنتفادى ان البسطه ديالي تحل ليا في الفران. دهنتهم كيف ما كتشوفوا غادي ندهنها بالزبده. بالنسبه للتزيين كيبقى اختياري. خديت كميه ديال الورقه وقطعتها شرائح اللي هي رقاق وزينت بها من الجوانب. رشيتهم جيدا بالزبده ودخلتهم الفران اللي يكون سخون من قبل النار اللي متوسطه. خليتهم حتى تحمروا
وقدمتها على هذا الشكل. زينتها بالقليل السكر كلاصي والقرفه. التزيين كيبقى على حسب الاختيار ديالكم. كان هذا هو الشكل النهائي ديال البصله ديالنا اليوم. كتجي على هذا الشكل تزيين اللي هو سهل وبسيط. حتى هذوك الشرائح ديال الورقه بالجوانب راه كيعطيو واحد المنظر زوين. وهذا هو الشكل النهائي حتى ديال البسيطلات ديالي، حتى هما زينتهم بالقليل من السكر كلاصي والقرفه. وكان هذا هو الشكل النهائي ديال وصفتنا اليوم. شكرا على مشاهده الفيديو، بسلام عليكم.